شيفت رايت كليك ننقل ال 3 دي كيرسر هنا وندوس المرة دي بقى على السبيس بار ونكتب هنا سبلاين كيرف. نغير في الراديوس بتاعه، نغير في الهايت بتاعه، نحاول نعمل كيرف كده اللي هيعمل لنا حاجة شبه السلك اللي هيبقى او الكابل اللي هيبقى لافف حوالين الكون اللي احنا عملناه ده. نيجي بعد كده نظبط بس المكان بتاعه حوالين الكون بشكل مظبوط، وفي نفس الوقت شيفت اس عشان نتأكد ان الاوريجن بوينت بتاعته في النص، عشان لما نعمل له سكيل يبقى معمول سكيل بالظبط حوالين الكون اللي احنا عملناه. ممكن نعمل له سكيل على الزد كده، ممكن نعرضه شوية سكيل اس شيفت زد عشان يتعمل سكيل على الاكس والواي. ونيجي هنا في الكيرف ونبتدي نغير في البروفايل شوية. لما بتغير في البروفايل بيبتدي يديله تخانة ويديله كأنه شريط كده شوية. بنتحكم في الراوند بتاعه وبنتحكم في البروفايل بتاعه. بنحاول نخليه شكله مجسم. لو جيت شفت كده في البروفايل هتلاقي ان الموضوع مش مجرد كابل، تحس ان هو كأنه شريط كده شوية داخل فيه. يعني بنحاول نعمل شكل كده مختلف شوية للكابل ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ممكن هنا بقى نبتدي، انت عايز بس نظبط الحتة دي شوية، هختصر الموضوع ده. مش هنستخدم تول في تولز ممكن تساعدنا ان احنا نعمل كده. احنا هنمسك الفيرتكس 1 باي 1 كده ونبتدي نظبطها. هي مش تبقى باينة قوي، هتبقى باينة من بعيد جدا. دي اعلى نقطة في الواتش تاور كله على بعض. نيجي هنا نبتدي بقى نعمل الجزء الخلفي اللي ورا الديزاين بتاعه. شيفت رايت كليك، شيفت اي اد كيوب. الكيوب هنعمل له سكيل على الاكس والواي والزد، ونيجي من الفرونت نرفعه لفوق شويه كده عشان يبقى على نفس المستوى، ونعمل له سكيل جي زد ننزله تحت شويه، اس واي شكله كده مش بطال. ما ننساش كنترول ايه ابلاي روتيشن اند سكيل، ونخش على الادج ونمسك الادج اللي تحت شيفت زد عشان نعرف نشوف الادج، ونمسك الادج ده جي اكس نرجعه لورا شويه، ونخش على الفيسز ونعمل كنترول ار عشان نعمل لوب كات هنا، الت ونمسك الادج ده عشان نمسك الفيسز كلها، اكسترود نلغي الاكسترود، الت اس عشان يدينا الشكل ده. نيجي بعد كده ناد كيوب تاني، ده اللي هنعمل بيه بوليان. نظبط الكيوب بتاعنا، السكيل بتاعه، المكان بتاعه زي ما احنا متعودين، ونيجي من الفرونت هنا على الايديت مود. انا بس عايز ارفع البوكس كله يبقى الاوريجن بوينت تحت، واظبط مكانه كده، واجي امسك الايدجز دي كلها واعمل كنترول بي وازود عدد السكشنز فيها، وارجعه لورا شويه على الواي يبقى بالشكل ده. شيفت كليك البوكس اللي ورا، كنترول ماينس عشان ااد بوليان، وبعدين ابلاي الموديفاير، ابلاي البوليان، وامسك الكتر انقله في الكوليكشن بتاعه، واجي هنا في الايديت مود اعمل لوب كات واعمل بيفل. انا بس عايز ازود عدد الايدجز هنا، واجي هنا اختار كل الفيسز دي شيفت دي بي عشان افصله خالص. هخش على الايزوليشن مود وامسك الايدجز دي كلها اف، واجي هنا امسك الايدجز دي كلها اف، واخش على الفيسز واعدل النورمالز شيفت ان، يتعدل النورمالز كلها بتتعدل معايا. واجي هنا اعمل بيفل للايدجز دي، هنعمل له شامفر، وامسك الفيس انست اكسترود، انست كمان مره اكسترود لبره، واجي امسك الايدجز دي تاني واعمل لها بيفل المره دي، يبقى عندي بالشكل ده رايت كليك شيد اوتو سموث. كده بقى عندي الاوبجكت ده لما اخرج بره الايزوليشن مود هيبقى هو ده شكله. اجي اختار الفيس ده واعمل كنترول بلس عشان اختار كل الفيسز، واعمل سيمتري عشان اكرر الجزء ده الناحيه التانيه خالص، فيبقى عندي ده بقى موجود يمين وشمال. واجي ارجع امسك البوكس ده واعمل له سيمتري برضو عشان اللي عملناه في الوش يبقى موجود في الظهر بالظبط. اجي هنا ااد سلندر. السلندر ده
روتيت على الاكس 90 درجة، واجي من الفرونت عايز اظبطه في المكان ده كده، واعمل له سكيل جي زد، ارفعه لفوق شوية وطلعه قدام على الواي، و رايت كليك شيد اوتو سموث، كنترول اي ابلاي سكيل، وامسك الاوبجكت ده بالشيفت واعمل له كنترول ماينس عشان اعمل البوليان، و ابلاي الموديفاير، واخش هنا على الايديت مود اعمل نفس الفكره، لوب كات، وازود عدد الكاتس عشان في الشيدنج يبقى ماشي معايا مظبوط. ممكن امسك الفيسز دي كده، الرينج ده كده، واعمل له شيفت دي بي عشان يبقى اوبجكت لوحده خالص، واخش على عايز اعمل له سكيل، الاوريجن بوينت بتاعته بعيده، شيفت اس عشان اتاكد ان الاوريجن بوينت في النص بالظبط، واعمل له سكيل على الواي، وامسك الايدجز دي كلها اف عشان املى الفراغ ده بالفيسز، الناحيه التانيه نفس الكلام، واجي امسك كل الفيسز شيفت ان عشان اعدل النورمالز، وامسك الايدجز دي شيفت الت، امسك الايدجز التانيه واعمل له بيفل كنترول بي، اقلل عدد السيجمنتس عشان يبقى تشامفر، واخش على الفيسز امسك الفيس ده اعمل له انست اكسترود لجوه، انست كمان مره واعمل له اكسترود لبره، واجي امسك الايدجز دي واعمل لها المره دي بيفل فيها اكتر من سيجمنت عشان تديني الشكل ده، رايت كليك شيد اوتو سموث. بقى عندي الشكل ده بالظبط. عايز اكرره الناحيه التانيه، الاول هنا لازم اعمل سيمتري عشان الفتحه دي او الفجوه دي تبقى موجوده الناحيه التانيه، اعمل سيمتري على الواي بقى يمين زي شمال بالظبط، اخرج بره الايزوليشن مود وامسك ده واد ميرو موديفاير. انا بستخدم مش ماشين، ممكن هنا اجي بالدروبر واقول له اختار لي البوكس ده يبقى هو مركز الميرو، هيتكرر الزرار ده او السلندر اللي احنا عملناه ده الناحيه التانيه بالظبط. اجي هنا امسك الفيس ده والفيس ده واعمل له اكسترود لتحت شويه بالشكل ده. اجي هنا انقل 3 دي كيرسر وشيفت ايه اد بلان واعمل للبلان سكيل. تنساش دايما بعد ما نعمل سكيل ان احنا لازم نعمل ابلاي للسكيل. جي واي نرجعه لورا شويه، على الايديت مود على الفيسز نمسك الفيس ده ونعمل له اكسترود لفوق كده شويه، ممكن ارفعه كمان جي زد، واجي هنا اعمل لوب كات وانزل اللوب كات لتحت كده، واجي من على الفيسز امسك الفيسز دي كلها اعمل لها اكسترود الت اس عشان تعمل اكسترود along النورمالز زي ما احنا متعودين، بنعيدها ونزيدها كذا مرة عشان نفتكرها، وامسك الايدجز دي كلها كنترول بي عشان اعمل لها بيفل واديها اللفة اللي احنا شايفينها. رايت كليك شيد اوتو سموث. بعد كده بخش على الفيسز واعمل كنترول ار كنترول بي، بس عايز اخليه سيجمنت واحد بس عشان يديني الفيسز دي، اعمل لها اكسترود الت اس، واجي من فوق هنا ممكن اعمل كنترول ار وامسك الفيسز دي واعمل زي ما عملت تحت اعمل فوق اكسترود الت اس، وامسك الايدجز دي كلها كنترول بي عشان اديها لف. يعني مش دايما بحاول احافظ ان اللي عملته تحت اعمله فوق بالظبط بنفس الارقام بنفس الديجري، لا انا بحاول ان انا يكون الشغل فيه نوع من العشوائية شوية، حاجة صغيرة كده فبتديك احساس بالاختلاف. عندي الفيس ده بعد ما عملنا له انست وعملنا له اكسترود بطلع بدخل الايدج ده لجوه كده شويه، وبعد كده بمسك الفيسز دي اعمل لها اكسترود لجوه نفس الطريقه بنفس طريقه الشغل اللي احنا اشتغلناها، بس بوزع كده شويه، يعني ممكن نقول عليها تشكيلات كده عشان تدي غنى للعمود. العمود ده في الاول وفي الاخر هو بعيد جدا، يعني مش هيتشاف بشكل ملحوظ، بس الحاجات الصغيرة اللي احنا بنعملها وبنعيدها وبناخد فيها وقت بتدي للديزاين بشكل عام احساس بان هو حاجة معمولة كويس وان انت مهتم بكل التفاصيل الصغيرة اللي بتخلي الديزاين بتاعك شكله مميز. لما بنعمل سيمتري هنا زي ما شفنا كده دايما بيبقى فيه ايدج في النص، ممكن نعمل ديزولف للايدج ده بالكنترول اكس. الفيس ده بنفس الفكرة بالظبط،
همسك الايدجز دي اعمل لها سكيل على الواي ادخلها لجوه شويه، واجي هنا عند الفيس ده، والمره دي همسك معاه الفيس ده واعمل له انست اكسترود لجوه كده شويه، واجي امسك بقى الايدج ده لوحده كنترول بي سيجمنت واحد بس عشان اعمل له تشامفر، وامسك الايدج ده كمان كنترول بي واعمل له تشامفر. اجي هنا امسك بقى في الايديت مود، امسك الفيس ده واعمل له انسيت صغير كده، وبعدين رايت كليك سب ديفيجن، وممكن اعمل سب ديفيجن كمان مره. الفكره ان انا عايز اعمل رايت كليك لوب تول سيركل عشان يديلي الشكل الدائري ده، وامسك السيركلز دي واعمل لها اكسترود بره شويه. عايز امسك الايدجز دي، لو عملت دوست الت عليها مش هتختارها كلها لان هي مش كلها بوليجونز، 4 بوليجونز كده 4 سايدد. امال هعمل ايه؟ هختار واحد كنترول ابعد شويه لغايه لما الفهم كله، وامسك كل الفيسز دي واعمل لها انست كمان مره وادخلها لجوه كده شويه، واجي عند الايدجز دي كنترول بي عشان اعمل بيفل شيد اوتو سموث. وممكن بقى ساعتها دلوقتي افصل الاوبجكت ده، هختار مجموعه الفيسز دي كنترول بلس عشان اختار اكبر السلكشن، ولغايه لما السلكشن يقف معايا هقول له بي المره دي على طول عشان افصله خالص. اتاكد الاول زي ما اتفقنا قبل كده ان الاوريجن بوينت موجود في نص الجيومتري بالظبط. بعد كده ممكن اعمل له سكيل عشان يكبر كده شويه، واجي اعمل له ميرور. انا بستخدم مش ماشين، يعني انت ممكن تستخدم ميرور عادي، وتيجي من الميرور من الاتريبيوتس بتاعته تختار الدروبر دي وتقول له خلي لي العمود هو مركز او سنتر بتاع الميرور، فهيتعمل معاك مظبوط. امسك بقى الاوبجكت ده كده واروح على الموديفاير كنترول ايه ابلاي الموديفاير، وامسك الاوبجكت ده مع الاوبجكت ده واقول له كنترول جي، كده بقى هما الاثنين اوبجكت واحد. اخش على edit مود، امسك الفيس ده والفيس ده، اخش على الايزوليشن مود واعمل رايت كليك لوب تول واقول له بريدج، واجي من البروبرتيز بتاعته ازود عدد السيجمنت. كده انا لحمتهم ببعض، يبقى الفكره ان هو لازم يكونوا هما الاثنين اوبجكت واحد، وكده انا قدرت الحمهم ببعض. هنا في عندي حاجه غلط، في هنا edges باينه زياده بس في الايديت مود مش باين، فده غالبا ان ده موجود في ده موجود في الموديفاير، ده موجود في الموديفاير. دلوقتي انا عندي هنا edges زيادة، ده البيفل، ده البيفل هنا لما الغيه كل حاجة يعني الاخطاء دي مش تبقى موجودة. يبقى البيفل عندي زيادة، هقلل البيفل شوية، كل الاوفرلاب دي هيروحوا ويبقى عندي الشكل مفيهوش اخطاء بالشكل ده. نيجي هنا بقى نمسك الفيس ده ونعمل له انسert كده، نعمل له اكسترود لفوق. هنعمل نفس التشكيلات، هنشتغل عليها كتير، هنعمل ممكن نغير رأينا. يعني مثلا هنا انا مش حاسس ان التو فيسز لما يطلعوا من هنا هيكون شكلهم كويس. طيب ممكن اغير، امسك الفيس ده واعمل له اكسترود لوحده خالص. وممكن بفكر تعال نعمل لوب كات هنا وماله، ونمسك الفيس ده ونعمل له اكسترود لفوق. تعال نخش على الايدجز ونمسك الايدج ده ونلف ونعمل له بيفل، ومن جوه كمان نعمل له بيفل. عندنا شكل مختلف خالص. وده كمان كنترول بي نعمل بيفل، نعمل اللفات بتاعته دي تشيد اوتو سموث، هيطلع شكله ظريف جدا. تعال نمسك الفيس ده ونعمل له انست سكيل على الواي كمان، وتعال نعمل له اكسترود نخلي فيه حتة ارفع شوية. شغل كتير بنعمله عشان في الاخر نطلع تفاصيل صغيرة. مش عايزك تمل من اللي انا بقوله، بس الحاجات دي بتبان لك ان هي معقدة، لكن هي في الحقيقة مفيش اكتر من الادوات اللي احنا استخدمناها زي ما احنا بنشوف مع بعض كل شوية.
نيجي هنا بقى عند العمود هنا كده، عند الفيس ده، العمود ده مش عايز يخلص، نمسك الفيس ده ونعمل له اكسترود، نطلعه لبره شويه ونعمل له سكيل، نعمل الفيس ده سكيل. تعال هنا من الليفت، تعال بقى اقول لك ايه، تعال نعمل كيرف، نقاد بيزير كيرف، ونشوف مع بعض ايه حكايه البيزير كيرف دي. بيزير كيرف هنخش على الايديت مود، هتلاقي بوينتس بيلف معاك، تقدر تمسك الهاندلز دي وتحركها بالجي وتلفها عادي جدا جدا، مفيش فيها اي حاجه. احنا بنحاول نظبطه مع بعض كده، نظبط مكانه، ناخد ده كده نحركه شويه، بحركه بشكل حر جدا زي ما بمسك اي اوبجكت واحركه. واجي هنا من عند الكيرف بقى، واجي اقول له هنا ايه، خلي لي الدبث بتاعه، اديله سمك 3 مثلا او 4. انا عايز اعمل هنا خرطوم، ممكن اعلي الريزولوشن بتاعته. الفكرة ان انت ممكن وانت على الايديت مود ممكن تمسك الفيرتكس دي وتبتدي تحركها، فيتحرك معاك الكيرف كله بالمجسم اللي احنا عملناه فيه. يعني بحاول اظبط كده الكيرف. ممكن امسك ده كله واعمل له روتيشن على الواي زي ما انت شايف. انا عايز اعمل كابل في الاول وفي الاخر، جي اكس كده، ممكن اطلع فوق كده وازود الريزولوشن بتاعته عشان يزود عدد الفيرتكس، فبالتالي يبقى ناعم اكتر. ممكن اظبط الف دي كده على الاكس يديني المنظر ده، واجي عند الاوبجكت مود واقول له كونفيرت تو مش، رايت كليك كونفيرت تو مش، فكده بقى عندي مش عادي جدا 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 مكون من بوليجونز. ممكن ابتدي امسك البوليجونز دي واعمل لها اكسترود، وامسك الايدجز دي واعمل لها بيفل، واجي هنا كمان امسك البوليجونز دي كلها واعمل لها اكسترود، واجي عند الايدج ده واعمل له هو كمان بيفل. ممكن ده اعمل له سكيل، ابتدي بقى احط التاتش بتاعي بقى ان انا اشتغل، اغير شكل الكابل اللي احنا متعودين نشتغل عليه. عملنا الكابل ده باكتر من طريقة لاكتر من مرة. هبتدي اخد فيسز رينج كده واسيب اللي تحتيه واعمل لهم كلهم اكسترود عشان يطلع عندي مجسم بالشكل ده. وممكن برضو ابتدي امسك كل ايدج من دول. عايزة بس ان انت تبقى يعني عندك طولة بال. طبعا في ادوات تقدر تستخدم او تقدر تعمل سيلكشن اسرع من كده، بس انا يعني كل الفكرة دلوقتي ان احنا عايزين نركز قوي على ازاي نقدر نستخدم التولز اللي احنا خدناها، الاكسترود والبيفل والانست والسلكشن، يعني كل الحاجات اللي احنا خدناها دي ازاي نقدر نستخدمها عشان نطلع شكل ممكن نكون احنا فاكرين ان هو شكل معقد. بقى عندي الكابل بالشكل ده، شكله مختلف عن اي كابل عملناه في الكورس ده كله على بعضه. واجي هنا مثلا ممكن امسك التو فيسز دول واعمل لهم انست، امسك بس بقى ايه الفيسز الداخلية دي كأن هي فريم واعمل لها اكسترود لجوه. ممكن اكرر نفس الكلام ده الناحية التانية، مش عايز اعمل ميرور، هاخد التو فيسز دول اعمل انست كمان مرة، واخد الفيسز اللي في النص، عايز اقرب شوية بس لازم اقرب شوية كده عشان اعرف اختار كويس، واخد الفيسز دي كلها اكسترود لجوه شوية. خلاص احنا يعني بنخلص الجزء العلوي من برج المراقبة. مش عايز اقول حاجة اكتر من ان الهدف ورا الموضوع ده، احنا فاضل لنا بس بالمناسبة، فاضل لنا حاجة واحدة بس اللي هي الساتلايت اللي هيبقى موجود في الجزء العلوي من برج المراقبة. الهدف من ورا الكلام اللي احنا بنعمله ده كله ان احنا بنشوف ناس بره بتعمل حاجات وبنتخيل ان هم بيعملوا حاجة صعبة جدا. هي الفكرة كلها في ان احنا لازم نحلل كل ديزاين احنا بنشوفه، نجرب اذا كنا نقدر نعمل زيه ولا لا،
ويكون عندنا التولز بنعرف نستخدمها كويس وبنستخدمها امتى، مين فين ازاي. الحاجات الصغيرة دي مهمة قوي، عشان في الاخر فعلا احنا هنجرب مع بعض زي ما عملنا ده، هنعمل حاجات تانية كتير لناس فنانين مشاهير اشتغلوا في افلام واشتغلوا في مسلسلات، عشان نعرف ان احنا نقدر فعلا نعمل نفس الشغل اللي هم بيعملوه، بس محتاجين ان احنا نفهم هم عملوه ازاي.